السلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزل شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما تواصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. لأول مرة سارة تعلق على خبر القطيعة بينها وبين شقيقتها، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل وتعرفوا أشنو حطات سارة أبو جاد عبر ستوري حسابها في الإنستغرام. خرجت المؤثرة المغربية سارة عن صمتها بعد تلقيها رسالة من طرف متابعة عبر منصة الإنستغرام تتهمها من خلالها بتخليها عن شقيقتها هبة. وعبرت سارة في منشور مطول عبر حسابها الخاص بموقع الإنستغرام عن انزعاجها من هذه الاتهامات، مبرزة أن علاقتها بأختها الصغرى هبة مستمرة ولا توجد بينهما قطيعة. وكتبت سارة في التدوينة: حشومة تقولي هكا، ماما الله يرحمها كانت كتقول لختي ما عمري شفت أخت كدير مع أختها بحال اللي كدير عليك سارة. أنا كنت يلا تزوجت، مازال ما مشيت لعند عبد الله، وملي ماتت ماما قلت ليه لبغيتيني انا وخوتي وقال لي موافق، وعشنا انا وخوتي مجموعين حتى من شهر العسل ما درتوش حيت ما قدرتش نخليهم، وملي سافرت ديتهم معايا بقينا عايشين مجموعين 3 سنين، وملي شفتهم ولفوا وقادرين يعيشوا بلا بيا وطمأنيت عليهم وبقيت حتى ادم دوز الباك ديالو ونجح الحمد لله. وانا كنت قربت نولد، كان خاصني نمشي لداري ومشيت لداري. شوفوا انا واختي ما مخاصمينش، سولتيني اشنو تكون دارت لي، شوفي واخا دير لي اختي اكفس حاجه تقدري تخيليها، ما عمري نقول في لي ستوري شنو دارت لي، واخا شنو دير غنسامحها حيت اختي ماشي صاحبتي اللي غنتخاصم معاها اليوم ونساها غدا، غير بلا ما تحاولوا تدخلوا وتبغيو تستفزوا الواحد باش يهدر. اختي ما دارت لي والو، واخر مره غنجاوب، انا واختي ما كتجمعناش ابوني ولا تصاور في لي ستوري، انا واختي كنهضروا وكنتلاقاو، ماشي حيت ما كتشوفوناش في لي ستوري راه مخاصمين، حنا بغينا حياتنا تبعد شويه على لي ستوري. عافاك بركه، راكم ظلمتوني بزاف، ماشي غير في هذا الموضوع ديما كتظلموني، الانسان راه كيعيا. فكان هذا هو التوضيح اللي خرجت به سارة أبو جاد من بعد ما توصلت برسالة من عند متابعة اللي قالت لها بأنك تخليتي على الأخت ديالك على قبل راجلك، فإذا الأم ديالك غتكون ساخطة عليك. فمن بعد هذا التوضيح اللي دار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، سارة توصلت بزاف ديال التعاليق الإيجابية، فنخليكم مع الفيديو. حبوبات، بغيت نقول لكم شكرا 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 على الميساج الغزالين ديالكم. ما تصوروش شحال كتعاونوني وشحال كتقويوني، وكل مره كنكتشف ان كاينين ناس غزالين متبعيني وكاينين ناس